من كام يوم كده جه على بالي المارينج بتاع زمان. لو تفتكروا هو كان على شكل موزة كده، وكلنا كان لينا ذكريات معاه زمان، وبجد كان طعمه حلو قوي. انا طبعا ما فكرتش ان انا ادور عليه بره، قلت لازم اعمله في البيت بطريقه سهله جدا. وفعلا يا جماعه عملته في البيت بطريقه حلوه قوي بالالوان اللي انا عايزاها، وطعمه كان تحفه. بثلاث مكونات بس هتقدروا تعملوا المارينج في البيت. تحضيره ما بياخدش دقايق، وبجد النتيجه رهيبه. تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه هحتاج بياض بيضتين. انا بفصل البياض عن الصفار بالطريقه التقليديه، بحبها قوي وبستمتع وانا بعملها. والصفار طبعا مش هنرميه، ممكن نقليه بعد كده في زبده وناكله او نستخدمه في اي حاجه تانية. هجيب بوله احط فيها بياض البيضتين ورشه من الملح، وهبتدي ان انا على سرعه عاليه قوي اضربهم كويس جدا. الملح بيساعد ان البيض يتضرب معايا كويس. هفضل اضربهم لحد ما يبقوا عاملين زي الكريمه الخفيفه شويه. بعد كده عندي نص كوبايه من السكر، مش هضيفها مره واحده، هضيف السكر بالتدريج واضرب، وبرده على اعلى سرعه. اوعوا تضيفوا السكر مره واحده، البيض هيهبط معاكم مش هيبقى حلو خالص. هفضل اضيف السكر واحده واحده بالتدريج، وفي اخر حبه سكر احط ظرفين من الفانيليا، يعني معلقه صغيره من الفانيليا، وهضربهم مع بعض كويس جدا. ولو في حاجه في الجوانب كده بنزلها بالراحه قوي، وبس كده. ده القوام بتاعه بيبقى عامل زي الكريمه التقيله شويه. تقدروا تعملوه باللون الابيض او تعملوا زيي انا، قسمته على 4 بولات متساويه، وابتديت ان انا اجيب الالوان اللي عندي، وقلت بقى اعمله كده بالوان حلوه علشان يفتح النفس على الاكل. دي الوان طعام جل، بستخدم الجل عشان السايله ممكن تبوظ لي القوام بتاع الخليط بتاعي. بحط 3 4 نقط كده على كل واحد، وبعدين بقلبهم بس مش قوي، بخلي فيه جزء ابيض على جزء ملون كده عشان تبقى الالوان متدرجه، وبيبقى شكله في الاخر حلو جدا. عندي بقى كام قمع كده للتشكيل بتاع الكريمه وبلح الشام، هستخدمهم بقى في التشكيل. جبت الكيس الحلواني ده، وبعدين بحط فيه القمع واقطعه كده على قده. وبعد كده بجيب اي كوبايه او جار يكون طويل شويه، احط فيه الكيس واحط اللون مثلا الاخضر، واحرك الكيس كده بايدي زي ما انتم شايفين. الطريقه دي بتخلي اللون في الاخر تحفه، بجد هيعجبكم قوي. بعد كده بحط الخليط برضو اللي انا ملوناه باللون الاخضر، واضغطه كويس جدا واطلع اي هواء منه، وده بيبقى شكله. هربط الكيس كويس قوي واقص الزياده اللي فيه، وبس كده بقى جاهز عندي، شكله تحفه. وعملت الباقي الالوان بنفس الطريقه. اجيب بقى الصاج او الصينيه بتاعتي، هدهنها دهنه بسيطه بالزيت، وبعد كده هحط ورق الزبده عليها، وهبتدي بقى اشكل المارينج بتاعي زي ما انا عايزه. الفكره كلها ان انا حطيت زيت علشان يثبت ورق الزبده، لاني لو انا ما كنتش عملت كده لما اجي اشكل المارينج ورق الزبده هيتحرك معايا وهيبوظ لي شكل المارينج، فكان لازم اثبته بالزيت. بعد بقى ما شكلته بالشكل التحفه اللي انتوا شايفينه ده، انا بكون مشغله الفرن على اقل درجه حراره قبل ما ابدا خالص، يعني على درجه حراره 100. انا اقل درجه عندي في الفرن بتاعي 125. حطوه على الرف الوسط لمده ساعه كامله، وبعد الساعه بتقفلوا الفرن وتسيبوه ساعه كمان في الفرن. الحركه دي هي اللي بتخلي المارينج يستوي بطريقه صح، ويبقى ناشف من بره ومن جوه، مش تلاقوه ناشف من بره ومن جوه كده طري ومش حلو خالص. ده بقى شكله بعد ما طلع من الفرن. ما بياخدش لون يا جماعه، احنا عاملينه على اقل درجه حراره، فعمره ما ياخد لون معانا. كمان انتوا بعد ساعه هتحسوا ان هو ايه ده لسه ما استواش ولسه طري، وحاسين ان هو طري. لكن لما تسيبوه ساعه كمان في الفرن وهو مطفي، هينشف معاكم كويس جدا، وهيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تدريجة الالوان تحفة، يفتح النفس على الاكل. كان مقرمش جدا وهش قوي قوي من جوه. شايفين بقى قد ايه هو هش وتحفة. انا مش هقدر اوصف لكم هو حلو ازاي. عايزه اقول لكم كمان هو مش مكلف خالص. عمل لي كميه كبيره جدا، هما بياض بيضتين بس ونص كوبايه سكر، عملت لي صاج كبير جدا. حاجه حلوه اقتصاديه يحبوها الكبار والصغيرين. شايفين بقى اولادي بجد ما كنتش عارفه اوقفهم من كتر ما هو كان عاجب. جربوه، انا واثقه جدا ان هو هيعجبكم. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد.